إذا لا مدح ولا ذم يغير في مكانة النبي محمد العليا. ولكن الأهم من هذا كله، ليش اليوم في هذا العالم استعمل المسبة وحرق الكتب الدينية وخصيصا القرآن؟ لماذا يستخدم بكثرة؟ بمعنى أن السباب أو اللعن أو الشتم يحرك أقوام بأقوام، جعلهم يتحاربون يتقاتلون. الأمثلة كثيرة. كيف يستخدم الإعلام الغربي سب النبي محمد والقرآن في خلق فتنة؟ يجيب واحد معتوه بيقول له روح احرق القرآن، بيجي واحد معتوه أكثر بيروح بده يقتله انتصارا للدين الإسلامي، لأنه يعتقد أن إلهه الذي يؤمن فيه كامل القدرة لا يستطيع أن ينتقم من هذا الرجل، ولأنه يعتقد أن النبي محمد بمكانته العظيمة ينزعج من هذه المسبة أو حرق ذلك القرآن الذي هو ورق القدسية في الجوهر، والسب لا ينقص من الشخص. فماذا لو كان النبي محمد؟ وماذا لو كان كما القرآن العظيم؟ لذلك بيصنعوا هذا الشخص ليحرق القرآن عشان يجي واحد معتوه يقتله بحجة الدفاع عن الإسلام، لأنه بيكون متزمت ما نفهمان وإن الله حاطه، وبالتالي يسيء إلى صورة الإسلام والمسلمين، بالتالي يجعل المعتدي ضحية وتتغير صورة المسلم على أنه ذلك الإرهابي الذي يهدد السلم الأهلي والمدنية والذي دائما ما يعارض الحضارة.